لسه مكملين في سلسله شبابيك وابواب الالموتال، وتعالوا النهارده نتكلم عن السلك المستخدم في قطاعات الالومنيوم. السلك ده المفروض ان هو بيتحط على ضرفه لوحده وبيمشي على مجرى لوحدها. في قطاعات الجامبو المجرى دي بتكون جزء لا يتجزأ من القطاع نفسه، اما في قطاعات البي اس الصغير والكبير فالمجرى دي بتكون منفصله وضعيفه، غير محبس استخدامها اطلاقا في ابواب البلكونات. طيب هو انا ليه بركب اصلا سلك؟ عشان خاطر لما بفتح الشباك اقدر استفيد بالهواء وفي نفس الوقت الدبان والناموس ما يخشليش جوه. عندك نوعين من السلك، المحلي والمستورد. المحلي يبقى فايبر ضعيف ما بيستحملش وللاسف بيتقطع بعد فتره، اما المستورد بيبقى صلب محترم. بس في منه نوعين، نوع مجلفن ونوع بيصد. في نوع تاني بقى خالص من السلك اسمه السلك البليسيه، وبيبقى عباره عن سلك شبه الباب الاكورديون كده، بيتلم بالكامل على بعضه على مساحه صغيره جدا من مساحه الضرف، وبيستخدم في الشبابيك المفصليه عشان خاطر اقدر استخدم اكبر مساحه من مساحه الشباك. تعالى بقى اكلمك عن الاكسسوارات. افضل نوع تستخدمه الشريف علي حسب، والقطاع كمان بيبقى من نفس النوع، بس تاكد ان هو القطاع المعتمد الاصلي. واقصد بالاكسسوارات المفصلات والاوكر والكوالين والمقابض، وعموما كل حاجه تخص بند الالموتال. دهان الالموتال بيكون عباره عن فرن، وكل لون او كل كود بيكون ليه دور معين في الفرن، وده طبعا حسب العينه او الكود اللي اختاره العميل. وكل ما الكود ده كان دارج وعليه طلب كتير والعميل بيشتريه كل ما هيطلع اسرع من المصنع. ومن ضمن الشركات المتخصصه في اعمال الدهانات الالموتال بالذات شركه الدوليه. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.